أني غلطان وحقه فوق راسي إني قلت إن الطاقة الشمسية دي ممكن تحل أزمة في مصر لو اتعمل مدارس يتدرب فيها عمال يشتغلوا فيها يصنعوها وتتصنع محلي وتساعد وتخف الأحمال وتخف تكلفة الكهرباء في مصر. لأن في شوية كومنتات بما يرضي الله جاية من ما وراء الطبيعة، وللأسف فيهم ناس متعلمين قالوا شوية كلام أقنعني إن الفكرة فاشلة. زي واحد قال لي طاقة شمسية، طب بالليل هنعمل إيه يا ناصح؟ واللي قال لي انت بتفتي طاقه شمسيه هتشتغل ازاي في الشتاء؟ والله انا ما بفتيش، ما هي في اوروبا وعندهم طول السنه فريزر كام شهر بس اللي فيهم شمسه وشغال. لكن الصدمه لما الاقي مهندس كهرباء بيقول لي الكلام ده غير علمي ومش مدروس، وادخل على الاكونت بتاعه الاقيه مدرس في كليه هندسه. فاحب اقول لك يا عم الحاج، طبعا مستخسر اقول لك يا باشمهندس اقسم بالله ان اي كلام اجتهاد ومش مدروس حتى افيد بكتير من الكلام المدروس. لان واضح انك راجل مهندس قديم ومدرس في كليه هندسه. الكلام المدروس بتاعك وبقالكم 100 سنه وصلتونا ان عندنا محولات شكل هيخوف. انا لو كهربائي، انا لو خبير كهرباء اخاف اجرب من محول من المحولات اللي بنشوفها في مصر دي. ففكك من نغمه كلام علمي مدروس ده، عشان الكلام العلمي المدروس ده اللي خلى شويه رياح لا يذكروا المفروض انه يكون معمول في الحسابات اضعاف اضعاف وما يطيروش اليافط كانت بتطير تتشقلب ورا بعضها في القاهره كان بتموت في الناس. ولكن في نقد كان منطقي يعني ونحب نرد عليه، زي مثلا اللي قال لك احنا عندنا اكبر محطه طاقه شمسيه في الشرق الاوسط اللي هي في اسوان. دي محطه يا حبيبي لا للدوله بياخدوا منها وبعد كده بيوزعوا. انا بكلمك طاقه شمسيه في البيوت تسند مع الكهرباء، تخف احمال وتخف تكلفه زي اللي موجوده دي كده. لكن اكبر واطول والكلام ده ما حلش ازمه، ما الكهرباء عندنا بتقطع. ما هو في دول اهو مش عندها اكبر ولا اطول ولا اي حاجه والدنيا شغاله. وفي ناس طبعا مش فارق معاها مبادره الطاقه الشمسيه دي، بس كل اللي شبطوا فيه ان انا قلت ان الغاز بيتصدر عشان يجيب دولار فعامل ازمه في الكهرباء. فنشوف الطاقه الشمسيه دي لا اوعى تقول الغاز بتصدر، الغاز ما بتصدرش، موقوف لحد شهر 10 يا حبيبي. هو فكره ان الغاز بتصدر دي تهمه سواء مع او ضد، دي قصه دوله. الغاز بتصدر من ايام مبارك، في خطوط ممدوده رايحه ما يتسموا وانت مش تايه يعني. وبرضه كنت بتكلم في فكره حساب الكهرباء ان يكون في شرايح، يعني حد قاعد في فيلا مشغل فيها تسخين في الميه في حمامات السباحه ومشغل فيها تكييفات 20 تكييف 15 تكييف، يكون حسابه في الكهرباء اغلى من الشخص اللي هو قاعد في عشه مشغل مروحه بتجيب عليه تراب من البلكونه تحدف على وشه تردمه. ده ما يتحسبش زي ده. ده كلام منطقي مش اختراع يعني. ده اذا كان انت لما بتروح ترخص عداد حتى بناء على المكان بيتحدد التكلفه، يعني العداد العشوائي غير اللي في مكان مميز غير التجاري على حسب. فرد واحد قال لك انت بتتكلم على الاغنياء، الاغنياء افضل من الفقراء على الاقل. ما اعرفش بيقولوا له مين اغنية ايه وفقراء ايه يا حبيبي. وبعدين المشكله ان اللي كاتب الكومنت ده اهو حاطط عربيه معدله صوره ودي بالنسبه له رمز الفخامه يعني. لسانك بيطلع دولار بس حالك مش باين عليه، حاجه غريبه اقسم بالله.